انا بكره عندي انترفيو مع ايلون ماسك. انا مش هقرا عن الشركه ولا حتى عن الوظيفه اللي هم طالبينها. انا هعمل 3 حاجات بس هتخلي الاتش ار يقبلني غصب عنه. انا اشتغلت في 9 شركات كلهم مالتي ناشونال، اللي هي اصعب انترفيوهات، وعمري ما اترفضت في اي انترفيو قبل كده. انا ساعات ما بكونش عارف انا مقدم على ايه اصلا، وبروح وبعدي الانترفيو. كيف انت يعني عاوز تبوظ شرع ربنا؟ شرع ربنا يا ويلي. وده بعمله ب3 حاجات هقولهم لك دلوقتي. اول حاجه وهي اهم واحده، لو انا عندي انترفيو بكره سواء مع ايلون ماسك او غيره، انا مش هقعد احفظ كلام سواء عني او عن الشركه اللي رايح اقدم لها، لان دي حاجه هتوترني جدا وهتدمرني تماما لو نسيت. اول حاجه لازم تعملها لو عندك انترفيو، انك تفتح تشات جي بي تي وتعمل 20 موك انترفيو. هتقول لي طب انا اصلا مش عارف المفروض اقول ايه، وايه الاسئله اللي بتتسال في اي انترفيو. وهنا نتنقل للنقطه الثانيه، تقسيمه الانترفيو. والراجل ابو بدله ده عايز مني ايه، وايه اللي لو قلته هيعديني غصب عنه. اول نوع من الاسئله هي اسئله شخصيه عنك، علشان يتاكد انك موظف مجتهد وتقدر تعمل الشغل. اسئله زي كلمني عن نفسك، تقدر تنظم وقتك، تقدر تشتغل تحت ضغط. الاسئله دي ما تحاولش تجاوب عليها باي حاجه حقيقيه عنك، دايما اجابتك هتكون متمحوره حوالين انا موظف مجتهد واقدر اعمل الشغل. وفي اخر الفيديو هقول لك الاسطمبه اللي تقدر تستخدمها علشان تجاوب على اي سؤال ايا كان السؤال ده ايه. لكن خليني اقول لك عن نوع الاسئله الثاني واللي هيحدد هل هتتقبل ولا لا. الاسئله دي هو عايز يعرف منها هل انت مناسب لبيئه الشركه ولا لا. يعني في شركات تحب الموظف الفرفوش اللي بيهزر، وفي شركات تانية تحب الموظف الجد اللي بيعرف يشتغل. وده هتعرفه من اول ما تدخل الشركه وتبص للموظفين، او عن طريق كلام الانترفيور لو انت اونلاين. لو لقيتهم بيضحكوا ويهزروا باين انك شخص اجتماعي، لو لقيتهم قاعدين مكشرين ومركزين في الشغل باين انك شخص منضبط. الاسئله دي بقى هتبقى زي وصف لي المكان اللي عايز تشتغل فيه، ايه نوع المدير اللي بتحبه، هل انت شخص اجتماعي ولا انطوائي. اجابتك بقى هتعتمد على نوع الشركه. ولكن كل ده ملوش لازمه لو ما عرفتش تجاوب على نوع الاسئله الثالث. الاسئله دي الانترفيور بيبقى عايز يعرف منها هل انت عندك طموح وهتفيد الشركه على المدى البعيد ولا لا. معظم الناس بتجاوب على الاسئله دي غلط، يقول انا عايز اعمل شغلي واروح اخر النهار، انا مش بفكر قدام انا بفكر في دلوقتي، وهكذا. لكن الشركات بيبقى عندها هدف اساسي في التعيينات، ان الموظف بعد ما يتعين يفضل اطول فتره ممكنه في الشركه. فلو قلت لهم انك هدفك تترقى هيعرفوا انك هتفضل مش اقل من سنه. الاسئله دي بتتضمن شايف نفسك فين كمان 5 سنين، ليه اخترت تشتغل هنا، هتعمل ايه اول ما تبدا شغل، وهكذا. حلو، عرفت الاسئله؟ جاوب بقى. مش هتعرف صح؟ تعال بقى اقول لك ازاي تجاوب على اي سؤال من الاسئله اللي فاتت دي. اكتر حاجه بتدمر الناس في الانترفيو هي انهم مش منظمين اجاباتهم، بيفضلوا يلفوا في دوائر وهم مش عارفين هم رايحين فين وجايين منين. انا جبت لك بقى تقسيمه اجابه مكونه من 4 خطوات تنفع مع اي سؤال. 1 هتقول السياق، 2 هتقول انت فكرت فيه ازاي، 3 بقى هتقول انت عملت ايه، 4 هتقول النتيجه. واهم حاجه انك تعرف تنهي الاجابه. بعد ما تخلص اسكت، ما تقعدش تجيب حاجات تانية وتقولها. خلينا بقى نطبق باني اجاوب لكم على بعبع الانترفيوهات. شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ اول حاجه هقول السياق، انا دايما بحب اخطط لحياتي قدام. تاني حاجه هقول انا فكرت فيه ازاي، انا دايما تفكيري في مستقبلي بيتمحور حوالين اني اتعلم حاجات جديده واتطور كل يوم عن اللي قبله. تالت حاجه بقى هقول انا عملت ايه، فانا كل يوم باخد كورسات علشان اتعلم عن المبيعات وازاي اقنع الناس. رابع حاجه هقول النتيجه، وعايز بعد 5 سنين اوصل اني ابقى مدير، علشان هكون اخدت كورسات كتير وعندي علم اقدر انقله للناس واساعدهم يتطوروا وافيد الشركه. انت دلوقتي عرفت ازاي تجاوب على اسئله الانترفيو. عندك مشكله صغيره بس، انت بتعرف تجاوب بالعربي، وده هيشغلك في بعض الشركات المصريه الصغيره للمتوسطه. ولكن الشركات الكبيره والمالتي ناشونال الانترفيو بيبقى بالانجليزي. فلو عايز خطه مجانيه تتعلم بيها انجليزي شوف الديسكربشن.